السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا وسهلا بيكم يا حبايبي في فيديو جديد. النهارده حبايبي هنحل مع بعض صفحة 190 191 192 كتاب الأضواء دراسات الصف الرابع. هنحل مع بعض بنك أسئلة الأضواء الفصل الدراسي الأول كله إن شاء الله بأمر الله. يا ريت بقى ما تنسوش تدعموني بلايك حلو منكم كده واشتراك جميل كده في القناة عشان يوصلك كل جديد من حل التدريبات والمراجعات وحل المحافظات بأمر الله ومراجعة الترم الأول. يلا بينا ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك يا بطل أكمل العبارات الآتية. بتختلف الصور الفضائية عن الصور الجوية في أنها بتلتقط عن طريق، طبعا الصور الفضائية بتلتقط عن طريق الأقمار الصناعية، أما الصور الجوية بتلتقط عن طريق الطائرات. احنا بنراجع مع بعض بقى على المنهج. طيب إذا أردت حساب المسافة من البحر المتوسط والحدود الجنوبية لمصر هتستخدم مقياس رسم. أول ما يقول لك حساب مسافة على طول تفتكر المسطرة تقول له إيه؟ مقياس، على طول مقياس رسم. طيب قناة كانت بتربط بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل هتقول له قناة زيسوستريس. قناة سيسوستريس. طيب تعد الموسوعات والأبحاث من المصادر السنوية. طيب تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة إفريقيا. طيب يلون جبل سانت كاترين على الخريطة باللون البني، الجبال باللون البني على الخريطة يا شباب، والبحار باللون الأزرق. طيب معظم الأراضي المصرية بيسودها المناخ الصحراوي الحار طبعا عدا الأجزاء الشمالية فوق اللي عند البحر المتوسط كده أقليم بحر متوسط معتدل. معظم احنا قلنا دي. طب 8 بينتشر في شبه جزيرة سيناء معدن المنجنيز. بتنتشر الألعاب المرجانية الشعاب المرجانية في مصر على سواحل البحر الأحمر، طبعا ده مصدر جذب للسياح وبتدخلنا عملة صعبة. أول بنك وطني في تاريخ مصر هو بنك مصر. يلا صح وخطأ. بيظهر مدلول الألوان والرموز الموجودة على الخريطة في شبكة خطوط الطول ودول العرض، لا طبعا إجابة خاطئة. إذا أردت رسم طبعا مفتاح الخريطة يا شباب، إذا أردت رسم خريطة تفصيلية لجزء من مصر فإنك بتعتمد على الصور الجوية، صح. تتميز الحقيقة بالدقة والموضوعية، صح. ساعدت قناة السويس الجديدة على مرور السفن في الاتجاهين في نفس الوقت، صح. طيب نظرا لاتساع مساحة مصر تم تقسيمها لولايات، لا خطأ، تم تقسيمها إلى محافظات. تعد محافظة أسيوط من محافظات الوجه الإبلي، صح. البحيرة مساحة واسعة أو مساحة صغيرة من اليابس بتحيط بها المياه من جميع الجهات، لا خطأ. معرفة أحوال طقس محافظتك ده بيساعدك في تحديد نوع الملابس اللي الواجب ارتدائها، صح. تنتشر الكثبان الرملية في الصحراء الغربية، صح. أهمل الدستور المصري حقوق الطفل المصري هتقول له خطأ، ده بالعكس ده اهتم بيه، مش أهمله، ده اهتم الدستور بحقوق الطفل المصري. اختر الإجابة الصحيحة. بتساعد في تحديد الاتجاهات الأصلية والفرعية. وردة البوصلة. تلتقط الصور الجوية بواسطة الطائرات. البرديات المصرية دي بتعد من المصادر الأولية لأنها كانت معاصرة للحدث نفسه من البداية. عاصمة جمهورية مصر العربية محافظة هتقول له عاصمة جمهورية مصر العربية محافظة القاهرة. مساحة من اليابس بتحيط بها المياه من 3 جهات شبه الجزيرة. عندك بيقيس المطر مين هتقول له مقياس المطر. طب الطاقة الكهرومائية طاقة مولدة من الأنهار، ده بيقول لك كهرومائية يعني كهرباء ومية، يبقى مولدة منين؟ من الأنهار والمياه. أسس بنك مصر الاقتصادي المصري طلعت حرب. كل ما يقوم الإنسان بإنتاجه أو شراء بيطلق عليه السلع. حل 190 يا حبايبي. ننتقل لصفحة 191. ما تنسوش اللايك الجميل كده منكم والاشتراك في القناة وفرحوني ودعموني. يلا بينا. السؤال الرابع يا حبايبي بيقول لك صوب ما تحت خط. يستخدم السائح الخريطة في تحديد ملكيته للأرض. بقى بذمتك السائح عنده ملكية أرض؟ لا، اللي بيستخدم الخريطة عشان يحدد ملكيته للأرض الزراعية الفلاح. فيلم تسجيلي عن عملية بناء قناة السويس الجديدة، وده بيعد مصدر هتقول له أولي لأن قناة السويس الجديدة يعني حاجة معاصرة للحدث أهي. طيب تربط قناة السويس بين البحر الأحمر وتقول له البحر المتوسط. عدد محافظات الحدود الصحراوية في مصر كم محافظة يا شباب؟ 4، لا خطأ، ده 5 محافظات اللي هم إيه؟ شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد. طيب مرحلة بما إن إحنا بقى يعني بنتكلم عن محافظات، أكبر محافظات مصر مساحة هي محافظة أكبر محافظات مصر مساحة الوادي الجديد، وأصغر محافظات مصر مساحة محافظة دمياط. يعني الكبيرة قوي أكبر محافظة في مصر الوادي الجديد، وأصغر محافظة ودي عندك في الدروس، وأصغر محافظة دمياط. احنا بنراجع مع بعض برضو، كل ما افتكر حاجة بقولك عليها اهو. النهر هو مجرى مائي مالح، لا النهر مجرى مائي عذب. طيب مناخ مصر معتدل وممطر في الصيف، لا هتقوله في الشتاء. تولد محطة الزعفرانة الكهرباء من الرياح. صناعة ايه اللي بيتم انتاجها في شارع الخيامية؟ هي اصلا لها نفس الاسم، شارع متسمى باسمها بس صناعة الخيامية.
طيب يقوم البنك ايه باصدار النقود الورقيه؟ هتقول له طبعا البنك المركزي المصري، وده مسؤول على الاشراف على جميع البنوك والمؤسسات المصرفيه في مصر، وبيصدر النقود الورقيه. اكتب ما تشير اليه العباره: رسم لسطح الارض باستخدام الرموز والالوان. الخريطه بتوضح الاتجاهات الاصليه والاتجاهات الفرعيه، وتساعدنا على تحديد موقع الخريطه. وردة البوصله: مساحات واسعه من اليابس بتضم عدد من الدول القارات. مساحه واسعه من المياه المالحه، طالما قال لك مساحه واسعه من المياه المالحه ذات اعماق كبيره يبقى المحيطات، المحيط اكبر من الايه، من البحر. طيب مساحة من الأرض بتضم مجموعة من المراكز والأحياء المحافظة. رمز بيتخذه كل بلد ليعبر عن تاريخه وتراثه، اللي هو إيه؟ العلم. طيب هنا بيقول لك إيه؟ راية بتتخذها المحافظة رمزا لها، يبقى ده اسم الشعار. أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وجوانبها شديدة الانحدار، الجبل. اول ما يقول لك شديدة الانحدار يبقى الجبل، عشان ما تلخبطش بين الجبل والتل. وصف حالة الجو فترة زمنية طويلة، ده المناخ. انما وصف حالة الجو فترة زمنية قصيرة، يوم، اسبوع، شهر، يبقى طقس. انما وصف حالة الجو فترة زمنية طويلة يبقى المناخ. بحيرة صناعية مصرية بتعد من اكبر بحيرات في العالم، بحيرة ناصر. بناء بيخزن مياه النيل لري المناطق الزراعية على مدار العام. السد العالي. مؤسسة بتقوم أو بتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات، زي مثل حفظ وتحويل الأموال ومنح القروض، هتقوله البنك. بما تفسر أهمية الخريطة في حياتنا، هتقوله بتساعدنا في التعرف على الأماكن المختلفة وتحديد مواقعها. يبقى الخريطة أهميتها إيه يا حبايبي؟ هتقوله بتساعد في التعرف على الأماكن المختلفة وتحديد المواقع. تعد قناة السويس أهم ممر ملاحة عالمي، هتقوله لأنه بيوفر وقت الإبحار بين آسيا وأوروبا، وبتوفر المال. إنشاء الدولة العاصمة الإدارية الجديدة، هتقوله لتخفيف الضغط السكاني، تخفيف الضغط السكاني. أهمية معرفتك لأحوال الطقس اليومية، هتقوله تحديد نوع الملابس التي نرتديها، تحديد نوع الملابس التي نرتديها. تنوع البيئات الطبيعية في مصر، هتقوله بسبب موقعها الجغرافي ومظاهر سطحها المتعدد والمساحة الكبيرة. ضرورة الاعتماد على الشمس والرياح في توليد الكهرباء. ليه؟ لأن دي طاقة نظيفة ومتجددة وصديقة للبيئة ولا تلوث الهواء. تلوث الهواء أسبابه إيه؟ هتقوله بسبب عوادم السيارات، دخان المصانع، حرق قش الأرز. طب أهمية الحرف التراثية للاقتصاد المصري، هتقوله بتوفر فرص عمل، وبتساعد في حماية البيئة، وبتدعم السياحة المستدامة. حلينا حبايبي صفحة 191. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك حلو منكم، واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا ننتقل لصفحة 192. إطلاق حملة 100 مليون صحة. ليه؟ هتقولوا الهدف للكشف المبكر للإصابة بعض الأمراض. إصدار اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، هتقول له حرصا على أن يتمتع كل طفل بحقوقه بدون تمييز. طيب إيه النتائج اللي ترتبت على حفر قناة السويس الجديدة؟ هتقول له استيعاب سفن كبيرة أكبر حجما، والمرور في الاتجاهين، وتوفير الوقت والجهد. طيب تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، هتقول وفرت المزيد من الوقت والجهد طبعا، لأن المواطنين كانوا بيروحوا لسه المؤسسات الحكومية يستخرجوا ورقة يعملوا بتاع، فبياخد وقت وجهد ومال، فده طبعا وفر وقت وجهد. الخدمات الإلكترونية وفرت وقت وجهد. ما المقصود بمقياس الرسم؟ هتقول له دي النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة، ده قاف. المصادر الأولية، هتقول له كل ما تم نقشه أو تدوينه سواء من قبل أشخاص عصروا الحدث نفسه أو شاركوا فيه، وبيرتبط بزمن وقوع الحدث. ساعة ما بالحدث ما بيعملوه ده بيرتبط، يبقى ده اسم مصدر أول لأنه بيرتبط بإيه؟ بزمن وقوع الحدث. الطقس وصف حالة الجو فترة زمنية قصيرة، يوم، أسبوع، شهر بالكتير. يلا المنخفض، أرض منخفضة على سطح الأرض، البحر. مثل منخفض القطارة. الموارد المتجددة، هتقول له دي الموارد التي لا تنفد باستخدام الإنسان لها، مثل التربة والمياه. طب الحرف اليدوية التراثية، أنا عاملة لك على كل حاجة سهم كده أهي تحتها أهي. هي الصناعات المعتمدة على الأيدي العاملة، وعرفتها مصر منذ القدم. طب الحاجات، هتقول له هي الأشياء التي يجب أن يحصل عليها لنعيش. أجب عن الأسئلة. ما يشير إليه رقم 1، هتقول له مفتاح الخريطة. رقم 2 شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. رقم 3 مقياس الرسم. رقم 4 وردة البوصلة. رقم 5 عنوان الخريطة. أمامك خريطة لمصر، واكتب مدلول الأرقام عليها. البحر المتوسط أول حاجة فوق أهو، عندك الصحراء الشرقية، عندك قناة السويس يا بطل أهي. بص على الأرقام وذاكر الخريطة كويس جدا لأن السؤال ده مهم. نهر النيل، بحيرة ناصر تحت أهيت، عندك جبل سانت كاترين أهو،
في شبه جزيرة سيناء. طيب هنا يا بطل لك لاحظ جيدا برضو الخريطة، اكتب ما تدل عليه الأرقام. رقم 1 بيشير إلى على الخريطة للبيئة، تقول له البيئة الساحلية على السواحل اهي، ساحل البحر الأحمر، ساحل البحر المتوسط. طيب رقم 2 على البيئة الزراعية، رقم 3 على البيئة الصحراوية اهيت، رقم 4 إلى منطقة زراعة الدلتا. كده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة حبايبي، ربنا ينجحكم جميعا يا رب، بحبكم في الله. حطوا لي لايك واشتركوا في القناة. مع السلامة.